الخليفة بيصحى على كابوس مرعب إن سد يأجوج ومأجوج اتفتح، وزي ما كلنا عارفين معنى إن سد يأجوج ومأجوج يتفتح إن نهاية العالم قربت. دي بقى مش قصة خيال، دي قصة متوثقة في الأدب الإسلامي، ومش عندنا بس كعرب، بالعكس في كتب أوروبية كتيرة بتوثق الرحلة دي. كمل معايا عشان تعرف رحلة الوصول لسد يأجوج ومأجوج. أنا أحمد بسيوني، ودي قناة من غير تفسير. الخليفة العباسي في سنة 227 هجرية بيصحى على كابوس مرعب جدا. بيشوف في الكابوس إن سد يأجوج ومأجوج اتفتح. الخليفة كان اسمه الواثق بالله، ويقال وقتها كان موجود في العراق. بعد ما الخليفة العباسي صحي اجتمع مع كل العلماء في دولته عشان يوجد تفسير للقصة بتاعته أو للكابوس بتاعه. بعدها الخليفة العباسي ما اقتنعش وقال لازم حد يشوف السد ده بنفسه ويطمني. ووقتها لجأ لواحد من أشهر العلماء في العصر ده، واللي كان اسمه سلام الترجمان. واسمه الترجمان لأنه كان بيقدر يتكلم بأكتر من 30 لغة. الخليفة العباسي اجتمع مع سلام وقعد معاه وقال له أنا عايزك تروح تشوف لي سد يأجوج ومأجوج اتفتح ولا لسه زي ما هو. الخليفة الواثق بالله وفر لسلام كل حاجة من حيث أكل وشرب ومؤن، وسلام الترجمان بدأ يتحرك برحلته، واللي كانت مكونة من سلام الترجمان و60 راجل معاه. ويقال إن الرحلة دي كانت في بلاد روسيا حاليا. وبدأ سلام الترجمان رحلته، وكان بيمر على بلد ورا التانية، وكل بلد يدخلها كان بياخد فيها واجب الضيافة من حيث أكل وشرب وفلوس، لحد ما وصل سلام الترجمان لقرية مش بيطلع فيها شمس ولا قمر. القرية عبارة عن ظلام 24 ساعة. قعد في القرية دي 25 يوم، وفي نفس الوقت ده جزء كبير من الجيش اللي كان خارج مع سلام الترجمان بدأ ينهار، وفقد جزء كبير قوي من جيشه في الرحلة دي. بعد كده سلام الترجمان بدأ يكمل رحلته لحد على وصف سلام الترجمان إنه وصل لمنطقة فيها جبلين. الجبلين لونهم أبيض، مش عاليين قوي ولا واطيين قوي، وكان ما بينهم سد ضخم جدا لونه ذهبي. السد بيوصل عرضه ل 150 متر، وعمق السد 80 متر، والسد كان ناعم جدا محدش يقدر يطلع عليه. وأهل القرية قالوا لسلام الترجمان إن فيه عيلة بتتوارث حماية السد، وبييجوا يمروا كل يوم اتنين وخميس، ومعاهم مرزبة كبيرة قوي، وكانوا بيضربوا على السد كل يوم اتنين وخميس عشان يقولوا للي ورا السد إن في ناس أشداء مستنيينهم. وسلام الترجمان سأل أهل القرية دي هل انتوا شفتوا يأجوج ومأجوج قبل كده؟ قالوا له شفناهم قبل كده، لكن كان بيحصل مفاجأة. مجرد ما يخرجوا في ريح سودة بتيجي تشيلهم وتدخلهم تاني. وقتها سلام الترجمان سألهم هل في أي عيوب في السد؟ قالوا له أيوة، في شق صغير موجود في السد. سلام الترجمان راح يشوف الشق ده، وعمل بإيده كده وطلع برادة من السد وحطها معاه في كيس عشان يوريها للخليفة الواثق بالله. وانتهت رحلة سلام الترجمان إن السد لسه زي ما هو، ورجع تاني برحلته وعمل خريطة لمكان وجود السد. لكن خلينا أقول لك الخريطة دي كل ما بتطلع للنور بتتمسح. وخلينا أسألك سؤال، هل في جهة معينة من مصلحتها إنها تخبي الخريطة دي؟ ورجع سلام الترجمان وطمن الخليفة الواثق بالله ووراه برادة الحديد، وزي ما قلت لك رسم خريطة كاملة للخليفة الواثق بالله عشان يعرف بيها مكان وجود السد. قصتنا كده خلصت، لكن خلينا أسألك سؤال قبل ما تقفل، هل احنا مستعدين لخروج يأجوج ومأجوج؟ جاوب في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك، واشوفكم في فيديوهات جاية جديدة. سلام.